يا عم مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. جوازي كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. طبعا يا عمي. في حاجة غريبة حصلت الكلاسيكو اللي فات، وهي ان الاول مرة من وقت ميسي ترجع فكرة نجم الفريق، اللعيب اللي الكل مركز عليه ومستنيه يشوف هيعمل ايه قصاد ريال مدريد، واللعيب ده طبعا مش محتاج اقول هو لامين يامال. يامال في اخر كام شهر بالتحديد بدأ يعني يتحول لنجم رياليتي شو. كل الاخبار اللي حواليه حتى لو مالهاش علاقة بالكورة الناس مهتمة بيها. لامين يامال ماشي مع نيكي نيكول، لامين يامال خان نيكي نيكول، لامين يامال ساب نيكي نيكول، وحتى الدايره المحيطه بيه برضه دايره غريبه قوي. يعني ابوه تبص له كده تحس ان هو راجل متصابي شويه، والست الوالده برضه يعني عليها لغط اعلامي، مش عايزين نجيب سيره حد. ولكن اهم حاجه فيه هو الهاله الرهيبه رياضيا. الناس بتتعامل مع لامين يامال ان هو الظاهره الجديده. ده كمان كلمه الظاهره يعني تقليل، لان الظاهره رونالدو نفسه كسب البالون دور وهو عنده 21 سنه. لامين يامال في سن ال 18 كان بينه وبين البالون دور خطوه. فهل فعلا لامين يامال لاعب خارق واداؤه عظيم جدا ومفيش حد في سنه كان بيعمل الكلام ده؟ ولو لا، فليه الاعلام بيديله الهاله دي، وليه جماهيره مصدقه بالشكل ده ان هو احسن لعيب في العالم؟ في ناس كانت عايزاه يكسب البالون دور السنه اللي فاتت فعلا. والله من وجهه نظري فلامين يامال هو وجه كره القدم الجديد، ولكن مش بالمعنى المقصود. خلينا بس في اجابه السؤالين. ليه الاعلام بيعامل لامين يامال بالشكل ده؟ فاجابه السؤال ده عند الشخصيه دي. ده دانا وايت، رئيس UFC، وهي منظمة رياضية يعني تبع رياضة MMA. ايه علاقته بلامين يامال؟ هجاوب في اخر الحلقة. طبعا باين ان ده اسلوب رخيص قوي عشان الناس تكمل الحلقة للاخر، ولكن لا، هو اجابة السؤال الاول اهم. هل فعلا اللي لامين يامال بيعمله في سنه دلوقتي وهو عنده 18 سنة حاجة خارقة للدرجة دي وما حصلتش؟ لان لامين يامال وجمهوره بيفضل كل شوية يفكرك، يقولك على فكرة لامين يامال لسه عنده 18 سنة بس، اوعى تنسى لامين يامال عنده 18 سنة بس. على فكرة لامين يامال عنده 18 سنة وميسي في سنه ما كانش بيعمل الكلام ده. هل فعلا الكلام ده حقيقي؟ نرجع بالزمن لسنة 1958. مراهق ما عنده 18 سنة بيشارك مع منتخب بلاده، ولكن بيكون مصاب أول ماتشين. بينزل الماتش الثالث بيعمل أسيست. بيبدأ ربع النهائي بيسجل هدف الفوز لمنتخب بلده، وفي نص النهائي بيسجل هاتريك وبيعمل أسيست، وفي النهائي بقى بيسجل هدفين. المراهق ده اللي فعلا بدون اهدافه كان مستحيل منتخب بلده يكسب كاس العالم، يعني هو حرفيا من الاداءات القليله اللي ممكن توصفها بان هو جاب كاس العالم لبلده. اللاعب ده او المراهق ده هو بيليه، في نفس سن لامين يامال كان بيعمل كده. انا عارف ان ممكن او مش ممكن، اكيد في ناس كتير قوي هتقول لك يا عم بيليه وايام الكره الشراب وانت الكلام ده من 70 سنه. هو بعيد ان بيليه برضو الكره الشراب دي كان بيلعبها كل ابناء جيله وهو كان مميز من وسطهم، فدي حاجه ما تعبوش، ولكن ماشي يا عم عامل حسابي. نطلع بالزمن بقى فتره طويله جدا لموسم 16 17، يعني من 10 سنين بس تقريبا. لامين يامال الموسم اللي فات سجل 18 هدف وعمل 25 اسيست، بيشارك بهدف او اسيست كل 105 دقيقه. المراهق التاني بقى اللي هنتكلم عليه اللي كان في الوقت ده برضو عنده 18 سنه تقريبا، سجل في الموسم ده 28 جون وعمل 14 اسيست. طيب ماشي، ارقام قريبه او بالظبط هي ارقام لامين يامال، ولكن لا، هي الارقام اكبر بكتير، لان المراهق ده معدل بيشارك يعني في اهداف او اسيستات كل 66 دقيقه بس، لان هو كان لاعب ادائي اقل بكتير قوي من لامين يامال. المراهق ده هو كيليان امبابي. ممكن او يعني برضو مش ممكن، ده اكيد هيجي ناس تقول لك يا عم كيليان امبابي ده دوري فرنسي، ده برضو دوري فلاحين في الاول وفي الاخر، ازاي تقارنه بالاسباني؟ هو بعيد من رايي يعني ان الاسباني زي الفرنسي ما فرقش كتير، يعني هما الاثنين فلاحين بس اختلاف غطان، ولكن برضو عامل حسابي. ممكن تطلع بالزمن سنه قدام وتشوف كيليان امبابي في كاس عالم روسيا 2018. المراهق كيليان امبابي في البطوله دي مسجل 4 اهداف، وكان من اهم نجوم فرنسا، ومش عايز ابالغ واقول ان من غيره كان صعب فرنسا تكسب كاس العالم. مثلا ماتش زي الارجنتين وفرنسا في دور ال16 كان مستحيل فرنسا تكسبه زي ما قلت من غير امبابي. امبابي بيبدا الماتش بيستلم الكوره في نص الملعب، بيجري بيها بمجهود فردي عظيم، بيوصل لمنطقه الجزاء وبيلبس مدافع الارجنتين في ضربه جزاء تفتح الماتش لفرنسا. وما اكتفاش بكده، ده بعد كده لما الارجنتين اتعادلت وتقدمت وفرنسا اتعادلت والماتش يعني متعقد شويه، امبابي بيسجل الهدف الثالث والرابع وبيضمن الماتش لفرنسا. ولكن يعني بالرغم من كل ده وبالرغم من ان كيليان امبابي مع باريس في الموسم ده كان عامل اداء كويس وكسبان بطولات،
ولكن مفيش حد تجرأ حتى ولمح مجرد تلميح ان مبابي يستاهل البالون دور. فاجابه اول سؤال بقى، هل لامين يامال بيعمل اللي محدش بيعمله وهو عنده 18 سنه؟ فلا، في ناس كتير كانت بتعمل واحسن من اللي بيعمله لامين يامال عادي جدا. ارقامه بالنسبه لسنه مش مبهره للدرجه دي، الهاله الاعلاميه اللي مبهره حواليه. انا عارف حد طبعا يعني هيفكر دلوقتي ويقول لك على فكره انت يعني بتعمل كده عشان كيليان مبابي في ريال مدريد وريال مدريد وبرشلونه، فطبعا ده باين ان هو حقد من النادي الكتالوني العظيم. ولكن هو الحقيقه عكس كده. يعني لو كان لامين يامال الهاله الاعلاميه اللي حواليه بسبب ان هو لاعب في برشلونه كان ممكن افهمها، كان ممكن افهم يعني دافع الاعلام في تلميع لامين يامال بالشكل ده. ولكن لا، انا لسه مصر على رايي ان لامين يامال وتلميع لامين يامال مرتبط بيه هو شخصيا، ملوش علاقه بالنادي اللي بيلعب فيه. ده اللي هيوصلنا لتاني نقطه، وهي فضيحه البالون دور الموسم اللي فات. ليه يا عم هي فضيحه؟ ما اللي كسب البالون دور كان عثمان ديمبلي، هل هو ما يستاهلهاش؟ والحقيقه لا، هو يستاهلها طبعا، وهو اكتر حاجه عادله حصلت في البالون دور دي شفتها في حياتي ان ديمبلي يكسبها الموسم اللي فات، لان هو فعلا كان يستاهل. الفضيحه الحقيقيه ان يامال طلع تاني البالون دور. وهنا محتاج اوضح نقطه، البالون دور بتتحسب ازاي؟ بتشوف في فتره معينه من بدايه موسم لنهايته مين افضل لاعب في الفتره دي. مش مهم انت عملت ايه قبل كده، مش مهم انت هتعمل ايه بعد كده، مش مهم عندك كام سنه في الفتره دي، المهم انك تكون افضل لاعب في العالم في الفتره دي. بس في ناس مخها تخين مش قادره تفهم المعلومه دي. لو بصيت بقى على ارقام لامين يامال في الفتره دي، مش هقول لك حتى قارنها بصلاح او قارنها باي لاعب تاني من اللي لامين يامال طلع اعلى منهم، لا. زي ما قلنا الموسم اللي فات يامال مسجل 18 هدف وعامل 25 اسيست، بيشارك بهدف واسيست كل 105 دقيقه. المقارنه بقى مع مين؟ مع رافينيا، لعيب وزميله في برشلونه اللي اكيد كسب كل الحاجات اللي كسبها لامين يامال. رافينيا الموسم اللي فات مسجل كام هدف بقى؟ 34 هدف و26 اسيست، وبيشارك بهدف او اسيست كل تقريبا 66 دقيقه. فعلى اي اساس لامين يامال طلع احسن من رافينيا؟ لا هو جايب اهداف اكتر، لا هو عامل اسيستات اكتر، معدل الاهداف والاسيستات برضه رافينيا اكتر واكتر بفرق كبير قوي، مفيش اي مقارنه بينهم. طيب مش يمكن لامين يامال كان حاسم اكتر الموسم اللي فات؟ وهنا الحقيقه الفجوه هتكون باينه اكتر. مثلا في دوري الابطال مش هقولك ان رافينيا كسر الرقم القياسي وبقى اكتر لاعب شارك في اهداف في نسخه واحده في دوري الابطال، لا بلاش. من اول دور 16 لحد ما طلعت برشلونه من نص النهائي اللي هي الادوار الاقصائيه، رافينيا مشارك في 10 اهداف، في حين ان لامين يامال مشارك في 4 بس. ده بالعكس، ماتش انتر ميلان اللي من بعديه وحصلت يعني حاله هيجان للناس، كل كان خلاص قالوا لا لازم لامين يامال ياخد البالون دور، الولد ده مش طبيعي. لامين يامال في الماتشين جايب جون واحد بس، في حين ان رافينيا عامل اسيستين وجايب هدف. مش عايز ابالغ ويبان ان انا برخم يعني، ولكن ده في ماتش انتر ميلان في اخر دقيقه خالص قبل الهدف الثالث الكوره كانت مع لامين يامال، وكان خلاص فاضل دقيقتين 3، بدل ما يشغل دماغه وياخد الكوره ويضيع وقت، لا لامين يامال بيقطم لجوه وبيعمل زي ما اي مراهق عنده 18 سنه بيعمل، وبمنتهى السذاجه بيشوط الكوره وبترد الانتر وانتر بيجيبها جون وبيتعادلوا. فعلى اي اساس بقى كان في ناس كتير قوي شايفه ان لامين يامال يستاهل البالون دور؟ انا مش فاهم فعلا، لا اهداف اكتر ولا اسيستات اكتر ولا حاسم ولا ليه تاثير كبير للدرجه دي. ايه هو المبرر بتاعهم غير المبرر الساذج بتاع انت مش شايف هو بيعمل ايه في الملعب، انت مش شايف اداؤه في الملعب؟ لان لو المقصود بيها الحنكشه فعلا لامين يامال اكتر لعيب في اوروبا بيعمل دريبلز. بس حتى النقطه دي هو مش مميز فيها للدرجه دي، لان الولا جيريمي دوكو بتاع السيتي يعني اللي هو مفيش حد بيفخم فيه خالص، نفس معدل المراوغات الناجحه بتاعت لامين يامال. بالعكس يعني مش عايز ارخم والله، بس فعلا جيريمي دوكو المراوغات الناجحه كل 90 دقيقه اكتر من لامين يامال، فحتى دي هو برضو مش الطفره فيها يعني، مش اداؤه خارق للدرجه دي. هو بالمناسبه ده مش معناه ان لامين يامال مش لعيب كويس جدا او مش من احسن لعيبه العالم، والله اعلم. ممكن الموسم ده تلاقيه هو مثلا اهم لاعب في برشلونه او اكتر لاعب مؤثر، ممكن تلاقيه الهداف، ممكن تلاقيه اكتر لاعب عمل اسيستات، عادي مفيش اي مشكله. بس الاكيد ان الموسم اللي فات بقى هو ما كانش احسن لاعب في العالم، ولا كان حتى تاني احسن لاعب في العالم. بس لو هو ما كانش الافضل، ليه كان في حمله من الميديا انها تطلعه الافضل وتخليه ياخد الجايزه دي؟ هنا بقى يجي دور دانا وايت اللي اتكلمت عليه في الاول. دانا وايت ده رئيس UFC، ودي منظمه او شركه يعني
تبع رياضة MMA. وده خليط كويس قوي لان هي شركة، فاهم حاجة عندها انها تكسب فلوس، ولكن في نفس الوقت هي رياضة، فانت مش متحكم في نتيجة الماتشات. يعني مثلا ممكن يكون فايتر انت عارف ان هو هيبيع لك ماتشات اكتر، ولكن انت مش قادر تخليه يكسب، ممكن يخسر وكل الهايب اللي حواليه يروح. دانا وايت ده بقى كان ليه تصريح عظيم، وهو لو انت داخل الحلبة والناس بتشجعك وبتحييك فدي حاجة كويسة جدا، بس لو انت داخل الحلبة والناس بتزوم عليك وبتكرهك فدي برضو حاجة كويسة جدا. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما تكون داخل ومحدش مهتم بيك، محدش فارق معاه تكسب او تخسر، لازم الناس يكون عندها رد فعل اتجاهك. وهنا يجي دور شخصيات تسمى بالبولارايزنج فيجرز، ودي الشخصيات اللي بتستفزك، اللي بتطلع منك رد فعل سواء ايجابي او سلبي، المهم انها تطلع منك رد فعل. الشخصيات دي هي اسهل واكتر شخصيات بيتم الترويج ليها في الاعلام، وافضل مثال عليها في الكوره يعني هم طبعا ميسي ورونالدو. اللي يفتكر في فتره الصراع ما بينهم وقت الكلاسيكو، كان ساعتها الكلاسيكو اهم حاجه في العالم، ماتش ميسي ورونالدو، مش ماتش ريال مدريد وبرشلونه، كده اهم ماتش في العالم. وبسبب الزخم الاعلامي اللي كان حوالين ميسي ورونالدو فساعات خدوا جوائز ممكن مش الكل يكون متفق ان هم كانوا يستاهلوها، لا ساعات هم اتجاملوا او خدوا اكتر من حقهم حاجه بسيطه. بس الفرق الكبير بقى بين الاتنين دول وبين لامين يامال ان الاتنين دول عندهم ارقام تبرر ليه الاعلام كان على طول شايفهم احسن لعيبه في العالم. يعني انت بتتكلم ان في موسم ميسي في الدوري بيجيب 50 جون، وبالمناسبه ده الرقم القياسي لحد دلوقتي، مفيش حد قرب منه اصلا الا لعيب واحد بس وهو رونالدو، في موسم جاب فيه 48 جون في الدوري. وبالمناسبه ساعتها ريال مدريد ما كانش جيل خارق او جيل تاريخي، لا الفريق كان طالع 0 بطولات تقريبا، ودي مش الارقام الوحيده ليهم يعني، بس اظن الفكره وصلت. فكان ساعتها مفهوم من الاعلام ان هو يبروز الارقام دي ويقول هم احسن 2 لعيبه في العالم عشان خاطر كده، حتى لو انا شخصيا شايف ان لا والله مش احسن لعيب في العالم، هو اكتر لاعب جاب اهداف او اكتر لاعب شارك في اهداف بشكل عام، بس هو على الاقل في معيار لما تيجي تتكلم مع حد يرد عليك بيه، يقول لك هم الافضل علشان خاطر المعيار ده. انما في حاله لامين يامال فما فيش اي معيار رياضي ممكن تستخدمه وتبروزه زي حاله ميسي ورونالدو، لا دايما هتلاقي الناس بترجع للنقطه ده لسه عنده 18 سنه عشان يزود عامل الابهار عندك. وهو ده اللي اقصده بفكره الوجه الجديد للكوره، ان الجزء الرياضي مش هيبقى مهم قوي زي زمان. يعني بما اننا جبنا سيره اليو اف سي، فاليو اف سي عندها نظام رانكينج، نظام تصنيفات، ومفروض المصنف الاول عالميا في كل وزن هو اللي يلعب على الحزام. بس اللي بقى بيحصل في الفتره الاخيره ان لا، مش لازم طالما انت مصنف الاول عالميا تاخد فرصه، لو اليو اف سي شايفه ان في فايتر تاني هيبقى لها اكتر ولو كسب الحزام هيبقى لها اكتر واكتر، فهو اللي هياخد الفرصه عليك عادي جدا. والموضوع زي ما قلت ده مش متوقف على اليو اف سي، لا هو ده دخل للكوره بالفعل. زي ايه؟ رجع بالزمن كده 5 سنين في وقت الكورونا، ساعتها ظهرت السوبر ليج اللي هي كانت مفروض حسب روايتهم يعني انها نخبه فرق العالم. من ضمن الفرق اللي كانت معزومه يعني على البطوله توتنهام ما عندوش إرث تاريخي زي فرق تانية في انجلترا زي مثلا نوتنغهام فورست، ولا في الموسم ده كان هو مثلا مقدم اداء عظيم جدا وفريق قوي فلا لازم نعزمه يا جماعه، لا توتنهام ساعتها كان طالع 7 دوري، ولكن ده ما منعش ان الناس تشوفه ان هو من صفوه فرق العالم. ليه؟ ان ماتش بصراحه يعني زي توتنهام ضد ريال مدريد اكيد هيبيع اكتر من ماتش زي ريال مدريد ضد نوتنغهام فورست او ريال مدريد ضد ليستر سيتي. فمش لازم تكون فريق كويس للدرجه دي، ولا لازم يكون فريق عندك تاريخ وإرث رياضي، المهم انك هتعرف تبيع الماتشات لينا، هي دي اهم حاجه. فالخلاصه بعد كل الرغي ده، انا عارف ان الموضوع يبان ان هو مجرد كره وحقد على لامين يامال، بس لا والله انا اصلا من وجهه نظري ان الموضوع ملوش علاقه بلامين يامال شخصه، هو لا الموضوع توجه من الرياضه بشكل عام انها رايحه في طريقه الرياليتي شو. المهم حوالين لعيب الكوره مش بقى مجرد اداؤه في الملعب، لا المهم الحوارات اللي هو بيعملها، المهم المشاكل اللي هو بيعملها، المهم هو ماشي مع مين بالظبط. الناس برضو نفسها بدأت تحب الكلام ده اكتر، يعني الناس كانت مهتميه بنيكي نيكول ولامين يامال بطريقه مرعبه خالص، ويعني للاسف العيال اتحسدوا وخدوا عين وحصل اللي حصل. وبالمناسبه ممكن برضو في النهايه تلاقي لامين يامال بقى احسن لاعب في العالم، والله اعلم ممكن تلاقيه بقى احسن لاعب في التاريخ كمان، مفيش حاجه تمنع. بس حاليا المعامله اللي بياخدها لامين يامال هي بسبب توجه اعلامي، مش بسبب ان هو يستاهلها فعلا. توجه اعلامي لان يعني خلاص ايه، نشيل برضو الجزء الباقي رياضيا من الكوره ونحولها لترفيه بشكل عام. ومش بعيد في المستقبل تلاقي مثلا دوري الابطال بيحط لك مركز او مركزين تحت مسمى الارث التاريخي، اللي هو انديه عظيمه جدا عارفين انها هتبيع لنا ماتشات، ولكن هي انديه فاشله ومعرفتش حتى تتاهل لدوري الابطال، فيا عم ايه هاتهم معانا ما يخسرش. وختاما يعني
في ناس شايفه ان في اللحظه دي لامين يامال هو بالفعل احسن لاعب في العالم ومستنيه اي حاجه يعملها عشان تقول اهو شايفين الواد رائع. وفي ناس اللي هم زيي شايفين لا اللعيب كويس ومن احسن لعيبه العالم بس مش احسنهم. لو انت من ضمن الفئه التانيه يبقى انت اكيد مش شايف لامين يامال بيعمل ايه في الملعب وهو عنده 18 سنه. وبس انا كده خلصت. 30 جول 40 اسيست، يا خلينا العين، خلي العين تلعب كده وتشوف. يعني لامين يامال عنده 17 سنه بيلعب كانه عنده 2 بالون دور. 2 بالون دور يا كابتن محمد مع انه عنده 17 سنه. ده لعيب بالون دور. الناس تقول لك رافينيا حلو وكل حاجه.